أهلا مشاهدينا الكرام مرة أخرى معكم هنا. اليوم أريد أن أعمل حلقة عن الإنجيل والتوراة. يعني هل الله سبحانه وتعالى ترك لنا التوراة والإنجيل موجودة، ممكن لم تكتشف بعد أو اكتشف منها البعض؟ اليوم أريد أن أوجه رسالة لكل الدعاة الذين يناظرون أو يتناظرون مع المسيحيين واليهود ومقارنة الأديان والنقد النصي والمخطوطات وكل هذه الأمور. أريد أن أقول لهم القرآن يشهد بأنه يوجد كتاب يقول أنه صح، غير محرف، يبشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مصدق. القرآن يساوي هذا، وإذا لقيتموه فآمنوا به. من هو هذا الإنجيل؟ هذا الإنجيل اسمه إنجيل برنابا، وأنا أقول من هذا المنبر لا تؤمنوا بإنجيل برنابا حتى تكملوا هذه الحلقة. فإذا أعطيتكم الدليل والبرهان من القرآن أنه إذا أتاكم كتاب يبشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ويشبه القرآن الكريم ويقول أنه عيسى رسول الله يقول أنه أو يتبرأ من الألوهية وأنه ابن الله وأنه كذا وكذا، وتوجد فيه علامات كثيرة ستصحح المفاهيم المختلفة الموجودة بين الفرق اليوم التي موجودة في التفاسير أو في الشهادات الإسلامية. تابعوني إلى الأخير. خلينا نبدأ هذا الحلقة. سنبدأ هذه الحلقة بآيات قرآنية تقول مثلا الاتهام بالكتمان أو عدم العمل به. الآية القرآنية في 187 آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أوتوا الكتاب من أهل الكتاب لازم يخرجونه ولا يكتمونه، فهو موجود بينهم. ممكن إنجيل برنابا: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. آية قرآنية واضحة. عندما نذهب إلى التفاسير مثلا الطبري ماذا يقول؟ قال إن الله أخذ ميثاق اليهود ليبيننه للناس. ماذا يبين؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكتمونه. وأنا أقول أي إنجيل موجود الآن موجود فيه محمد عليه الصلاة والسلام بالاسم هو إنجيل برنابا فقط، والكنيسة أخفته ولا تريد التكلم عنه. فلماذا أنتم يا مسلمين تريدون أن تكون مثلهم؟ فهنا يشرح الآية القرآنية: أخذ ميثاق اليهود ليبينه للناس هو محمد صلى الله عليه وسلم لا يكتمونه. كما تعلمون أنه عيسى من بني إسرائيل أيضا وكان يهودي، فكتب الإنجيل وقال أنه أيضا سيأتي محمد عليه الصلاة والسلام في إنجيل برنابا. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. أوكي. ستأتيني بعد الآيات تقول لي والله المخطوطات وكذا، لكن الآية القرآنية سترد عليك، لا تخاف. مثلا عن الشعبي في قوله فنبذوه وراء ظهورهم قال إنهم قد كانوا يقرؤونه إنما نبذوا العمل به. نبذوا العمل به. اليوم ما هي الأناجيل التي نبذوا العمل به؟ الأناجيل الأبوكريف التي يقولونها أبوكريف، الأناجيل الإزائية، الأناجيل 12، إنجيل برنابا. كل هذا الموجود في الآية القرآنية تنطبق على إنجيل برنابا. فإلى كل الناس الذين ينتقدون إنجيل برنابا أدعوكم لمشاهدة هذه الحلقة، خاصة محمد مجيد. أتمنى أن ترد على هذه الآيات. مثلا هنا الاتهام بإخفاء ويخفون بعض القراطيس. هنا الأنعام 91 ماذا يقول؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تبدون قراطيس وهي مثل الذين يستخدمونها زمان، ليس مثل الكتب هكذا صفحات، هي يلفونها. فمن هذه القراطيس التي يخفونها وهي موجودة والآيات القرآنية تصادق عليها؟ فإذا لقيتموها آمنوا بها مباشرة. وعلمتم ما لم تعملوا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذه الأنعام 91.
مثلا في التفسير الأنعام 91 يقول: قول يا محمد من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها، يعني يخفونها، قراطيس يخفونها، يعني يهود لما أظهروا من التوراة ويخفون كثيرا مما أخفوا من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. أعطيني اليوم توراة وإنجيل مذكور فيها محمد وما أنزل عليه إلا إنجيل برنابا. قال ابن جاريج: قال عبد الله بن كثير إنه سمع مجاهدا يقول: يجعلونه قراطيس ويبدونها ويخفونها كثيرا. قال: هم يهود الذين يبدونها ويخفونها كثيرا. الآية واضحة، يعني تريد مني أن آتيك بكل آيات قرآنية تقول أن التوراة والإنجيل غير محرفة في زمن النبي، وهناك طائفة اسمها القرآنيين سأظهرها بعدما أن أكمل هذه السلايدات. سترون أنهم يقولون أن التوراة والإنجيل والقرآن معا ليسوا محرفين. هنا يقول صحة الكتاب. مثلا أهل الكتاب ذكرت 31 مرة في القرآن، يقولون: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذا في العنكبوت. وفي المائدة 68 يقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. انظر، هذه الآية يعني صعبة. وليزدنكم كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على قوم الكافرين. خلينا نروح للشرح، يعني هذه يعني سترون شرح ما هو تفسير لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى يا أهل الكتاب التوراة والإنجيل لستم على شيء مما تدعون أنكم عليه مما جاءكم به موسى صلى الله عليه وسلم معشر اليهود ولا ما جاء به عيسى من معشر النصارى حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني للثلاث، يعني يا معشر موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، يا معشر عيسى الإنجيل، وما أنزل يعني هنا اسم الآية يعني كي لا أكون وما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن الكريم. فرقان الحق، الفرق بين الحق والباطل، يعني ستؤمنون بثلاث كتب، ويعني من الفرقان فتعملوا بذلك كله وتؤمنوا بما فيه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه. يعني أي كتاب وجدتموه يعني يصدق ويكمل ويشابه وكذا، توراة إنجيل قرآن، آمنوا بهم. وصنعت آيات جعلناكم أمة وسطا، يعني تأخذون هنا وهناك كل شيء فيه بعض الحق. فإنجيل برنابا حق وهو إنجيل المسيح. ومثلا وتقر بأن كل ذلك من عند الله. انظر، تقر ولا فلا تكذبوا بشيء منهم ولا تفرقوا بين رسل الله فتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض فإن الكفر بواحد من ذلك كفر بجمعه. يعني أن تؤمنوا بهم جميعا وبكتبهم، التوراة، الزبور، يعني كما يسمى في التناخ، النبيين، كتبين، يعني إنجيل برنابا، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا. ومن هو الكتاب الذي يصدق بعضها بعضا؟ إنجيل برنابا. إنجيل برنابا يصدق القرآن بعضه بعضا. فمن كذب ببعضه فقد كذب بجميعها. هذه الآية أو التفسير خطير للمائدة 68 كما قلنا في هذه الآية. نذهب إلى آية أخرى: صحة الكتاب. أي كتاب؟ فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذه في يونس 97. ماذا يقول؟ قال ابن عباس في قوله: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك التوراة والإنجيل الذين أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فآمنوا به. يقول: فاسألهم إن كنت في شك بأنك مكتوبا عندهم. أتحدى أي شخص اليوم يأتيني بكتاب موجود فيه محمد بالاسم وماذا سيفعل ومن هو وكذا إلا إنجيل برنابا. آيات قرآنية صريحة. مثلا القرآن مصدق: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول الكافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. هذه في البقرة 41. ومعنى الكلام: وآمنوا بالذي أنزلته مصدقا لما معكم أيها اليهود والذي معهم هم التوراة والإنجيل. هذه آية خطيرة أيضا. مصدق، يعني أي شيء مصدق خذوه. لثلاث: التوراة والإنجيل. أين هي يا ترى؟ إنجيل برنابا وجدناه، التوراة أين هي؟ فيا الذين تقولون أننا يعني نحن يعني نبشر وندعو إلى الإسلام، استخدموا إنجيل برنابا. استخدموا إنجيل برنابا فهو موجود فيه كل شيء من الآيات التي ذكرتها من القرآن الكريم. نكمل: هل الإيمان بالأقدم والمخطوطات أو الذي يصدق؟ هذه رسالة لك
خصيصا يا محمد مجيد. ولما جاءهم رسول الله من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريقا من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، من هو هذا كتاب الله؟ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. تنطبق عليك هذه الآية أيضا يا محمد مجيد. انظر، مصدقا لما معهم فإنه يعني به أن محمد يصدق التوراة والتوراة تصدقه في أنه لله نبي مبعوث إلى خلقه، أي محمد موجود فيه على طول. لا تقول لي مخطوطة ومخطوطة وكذا، محمد موجود فيه في التوراة أو في الإنجيل تصدقه. ويكمل: لما جاءهم محمد عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب وصفه سحر هاروت وماروت. وهذا ينطبق أيضا على الإنجيل. فإذا وجدته أنه موجود فيه محمد فلا تنبذه، فخذ به. ما هو هذا الكتاب؟ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وأتيناه الإنجيل. أتيناه الإنجيل، من هو هذا الإنجيل؟ وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فيه هدى ونور. هذا الإنجيل فيه هدى ونور، أي موجود. وهذا الإنجيل هو رسالة إنجيل تبشير بمحمد. ومن هو هذا الإنجيل الذي يبشر بمحمد بالاسم؟ هو إنجيل برنابا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أعراف 157. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشر، يعني إنجيل إيفانجيليون، برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا موجود فقط في إنجيل برنابا. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل مع القرآن يبين لهم الكل. هنا ستبدأ، ومحمد مجيد يقول لك لازم نؤمن بكل الكتب. صح، لازم تؤمن بكل الكتب، لكن لا تنسى إنجيل برنابا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذه مائدة 66. انظر هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كنت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أمة وسطا وتؤمنون بكل ما أنزل إلى ربكم مع التوراة والإنجيل. وإنجيل برنابا موجود في هذا الصف، وإلا ستقول لي الكتاب المقدس غير محرف. هذا خطير. يعني التوراة والإنجيل موجودة في عصر محمد، يقول القرآن الكريم غير محرفة. فإذا قلت أنه الكتاب المقدس الموجود عند المسيحيين هو المعني فهذه مشكلة. لكن ما عليك إلا فقط أن تذهب إلى إنجيل برنابا، هو الذي يعني سيبشر بمحمد مصدق. يكمل يعني تعالى ذكره بقوله: ولو أنه أقاموا التوراة والإنجيل ولو أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. يقول: وعملوا بما أنزل إليهم من ربهم من الفرقان. فرقان يعني تفريق بين الحق والباطل الذي جاءهم به محمد. فإن قال قائل: كيف يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم مع اختلاف هذه الكتب ونسخ بعضها بعضا؟ قيل إن كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعها فهي متفقة في الأمر بالإيمان بالرسل الله والتصديق بما جاء به من عند الله. فمعنى إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم تصديقهم بما فيها والعمل بما هي متفقة فيه وكل واحد منها في الخبر الذي فرض العمل به. هنا ستقول لي التوراة والإنجيل موجودة عند المسيحيين والقرآن الكريم، ستقع أيضا في مشكلة. اختر إنجيل برنابا لأنه سيخرجك من هذا الحرج. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وقفينا على آثارهما بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا الكتاب بالحق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهما عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعا ومنهم منهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلونكم فيما آتاكم. يعني الله قسم الحق والتبيان في كتبه التوراة والإنجيل والقرآن الكريم. والموجود في الساحة اليوم أذكركم إنجيل برنابا، وإلا ستقعون في ورطة لو اخترتم التوراة والإنجيل الموجودة عند المسيحيين واليهود. نذهب إلى التفسير.
أي ليحكم أهل الإنجيل، أي في ذلك الوقت. انظر، في ذلك الوقت. فأما الآن فهو منسوخ. في ذلك الوقت في عصر محمد صح منسوخ، لكن لازم تؤمن به لكي تناظر أهل الكتاب المسيحيين واليهود. لتناظرهم يجب أن تعطيهم إنجيل برنابا وتقول لهم أنه موجود محمد، أنه يقول أنه عيسى رسول الله، وأنه خاتم ماذا سيفعل وكذا وكذا، كله موجود في إنجيل برنابا. وقيل هذا أمر النصارى الآن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. يعني كيف ستؤمن به وهو غير موجود فيه محمد إلا إنجيل برنابا؟ خلينا الآن نذهب إلى طائفة اسمها القرآنيين، يعني يقولون التوراة والإنجيل غير محرف. التوراة والإنجيل غير محرف. انظروا هنا بحث مباشر في جوجل: أهل القرآن التوراة والإنجيل غير محرفين. هاي موجودة، خلينا ندخل نشوف. انظروا، التوراة والإنجيل غير محرفة. أهل القرآن، انظروا هنا أهل القرآن. خليني أعلم، هذا يعني موقع أهل القرآن، وكان يتبعه محمد مجيد، ويستدلون بآيات قرآنية. خلينا ندخل. انظروا، هذا موقعهم. التوراة والإنجيل غير محرفين. انظر، التوراة والإنجيل غير محرفين، وكتب في سنة 2007. انظروا الآيات القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم. يتردد كثيرا وبصورة كبيرة وشبه إجماع بين أهل الكتاب، أهل الإسلام أن التوراة والإنجيل كتابان محرفان، وإن اليهود والنصارى قاموا بتحريفهما، ولا أدري هل أن من أسس والروج لهذه الفكرة هو عن قصد وتصميم مسبق، أم أن هناك حيلة انطلت، أم أنها سوء فهم لمراد الله من آياته البينات في هذا الشأن. يعني هنا يتساءل، يقول لا يوجد في القرآن أن التوراة والإنجيل محرفة. خلينا نكمل. ولا يدري أغلب أهل الإسلام حين يرددون مثل هذه المزاعم والأراجيف أنها تطعن في كتابهم القرآن الحفيظ، وإنها ليست من الصحة كما ليست من الإيمان أو مما لا يطعن في كتاب الله القرآن من شيء، بل هي طعن جامع بكتب الله جميعا. وفي مقدمة هذا الطعن بالقرآن الكريم، كما ولا يشعر أهل الإسلام أنهم أولى الناس بالكتب المنزلة من عند الله، وفي مقدمتها التوراة والإنجيل، كتاب الله الكريمين، وقريني كتاب الله القرآن الكريم من حيث الأهمية والمكانة والهدى، ولا يشعرون أن كل منهم يؤدي إلى الآخر، وأن كل منهم مصدق للآخر وشاهد عليه وعضيده ونصيره في المعركة مع الكفر والإلحاد والزيغ عن الهدى، وأنهما ليس بالمرتبة الدنيا حين الذب عنهما أو نصرتهما والأخذ بهما، وكما أمرنا وأرشدنا ربنا سبحانه وتعالى. إن تحريف الكلم عن مواضعه هو اختلاف كلام غير كلام الله، كلام غير كلام الله واللسان به، ثم هو الادعاء أنه من عند الله، وما هو من عند الله يعني الآيات القرآنية تتكلم. ومن قبيل ذلك ما يفعله كذابي وواضعي الحديث والحديث القدسي ونسبته إلى الله ورسوله، وكما فعل ذلك اليهود والنصارى من قبل. يعني يقول لك الآن يوجد من يفعلون مثل اليهود والنصارى، ثم تتبعهم منتسبين إلى الإسلام لاحقا، ونفاقا وطعنا بدين الله، وليس تحريف الكم عن موضعه ليدل على أن المقصود هنا هو تحريف التوراة والإنجيل. يعني يقول لك طائفة من اليهود، طائفة من النصارى يحرفون الكم من موضعه، يحرفون يعني يبيعون الكلام ليس كلام الله، يعني ينسخون، لكن الأصل غير محرف. ومن الواضح حين التأمل في الآية: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إنهم أولا كانوا أي قبل الرسالة المهم من الإسلام، وثانية يسمعونه ثم يعقلوه ذهنا وفهمنا ثم يحرفون، أي التحريف بعد السماع ثم يتبعوا القول. ولم يثبت ربنا هنا أنهم يحرفون كتاب الله، ولا تدل هذه الآية عن ذلك. والآية التالية توضح هذا المعنى والقصد في عملية التحريف، وهو يثبت أن التحريف لا يسري على كتب الله المصونة من لدن الله. وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبنه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. العمرة 70. ويقول نفس الذي يصنعه قومنا من افتراء الحديث ليحسبه الناس من كتاب الله، وعن طريق النسبة إلى رسول الله، ثم التقرير إن ذلك وحيا موازيا آخر وهو الحديث القدسي وغير القدسي، ومجرد نسبته إلى رسول الله الذي وما ينطق عن الهوى. وبعد تعسف تفسير هذه الآية تتسع إلى دس الحديث.
ثم يكمل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبوا أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بعبارة أخرى فإن الآية الأخيرة تشير إلى أنهم يكتبون كتابا بأيديهم ثم يقولون أن ينسبونه بطريقة ما هو من عند الله، ولم ينفي ربنا وجود الكتاب كتب الله السابقة ولم يثبت تحريفهما لها، ولكنه سبحانه أثبت عليها الإخفاء والنبذ وراء ظهورهم والزيف إلى كلام ليس كلام الله وهو مناقض مقصد الله وموافق إلى أهوائهم، بل هذا يدل على وجود الكتاب ولكن يخفونه ويقولونه بغيره ويوهمون أنه الكتاب يعني يوجد. ولقد عاهد ربنا بحفظ القرآن واسماه الذكر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تصور ذلك أنه مقصورا على القرآن، يعني ليس فقط على القرآن الذكر، وإنما سبحانه ترك الكتب السابقة نهبا للزيغ والتحريف تعالى الله عن ذلك علوا. يعني لا يمكن أن نقول أن القرآن غير محرف والقرآن الأخرى التوراة والإنجيل محرف، لأنه هذا طعن في سبحانه الله تعالى، ويقول علو هذا تلاعب، يعني تعالى عن ذلك، يعني تعالى الله، يعني حاشا الله يعني يقول لك. وقد أيد سبحانه فاعليه وعمله السريان وصح كتابيه السابقين للقرآن الكريم ولا يبطلهما أو يدعو إلى هجرانهما، بل أثبتهما وأمر باتباعهما والإتيان بهما، فقال سبحانه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثيرة منهم ساء ما يعملون. المهم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. في هنا شوف يستشهد بالآيات أنتم وقفوا واكملوا، يعني هذا الموقع يقول أن التوراة والإنجيل غير محرفة، وهنا يأتيك بأدلة قرآنية. أنتم وقفوا واقرأوا لكي يكون فقط يعني ضيق الوقت يعني. وهذا تجدونه في صفحة أهل القرآن، هذه هي، يعني اكتبوا فقط اكتبوا التوراة والإنجيل غير محرفا أهل القرآن تخرج لكم هذه. تخرج لكم هذه أهل القرآن التوراة والإنجيل غير محرفين. هذه هي. المهم أشكركم، إلى حلقة أخرى، إلى اللقاء. لا تنسوا أني ذكرت إنجيل برنابا، فانتظر ردكم. إلى اللقاء إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.